بصي حضرتك، انا كان عندي سؤالين. اول سؤال، انا نفسي ان انا يعني اطلع صدق، يعني اتصدق وكده. بس جوزي هو كويس وكل حاجه، مش ممانع، بس اللي هو ايه، ما بيرضاش. ازاي مش مانع وازاي ما بيرضاش؟ يعني هو بيبقى، يعني لو رحت تصدقت بيبقى عايزني اتصدق باقل حاجه. اه. يعني لو قلت له مثلا، لو احنا ماشيين في الشارع واقول له مثلا ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس واجي ادي، يقول لي طب كفايه كذا، طب مش عارف ايه. انا ببقى نفسي اطلع اكتر، لان احنا الحمد لله معانا، يعني مش يعني الحمد لله، يعني يعني المفروض هو كده الحمد لله. جوزك بيفكر بالطريقه الغلط، اللي هي ان انا لو طلعت من الفلوس الفلوس هتقل، مع ان هو انا لو بقول له عارف ان هو والله لما احنا، يطلع الفلوس هتزيد. هو هو مش هو عارف عارف. كده، بس هو ليه دماغ كده، اللي هو يعني ماشي طلعي، بس ايه، قليل. اقل حاجه، اللي هو يعني عايز اقول لحضرتك ممكن 5 جنيه بالعافيه. يا خبر. وانا بصراحه بيبقى نفسي، وساعات لما بيديني فلوس انا ببقى نفسي اطلع هنا منها، بس هو بيحاسبني على الفلوس اللي بيديها لي. امم. فانا عايزه اعرف بس يعني اعمل ايه معايا. هو ما بيرضاش بكل الطرق ان انا اطلع حاجه مبلغ كبير ولا حاجه. ماشي يا حتى زكاه نور. الفطر، يعني لما بنيجي نطلع زكاه الفطر، يبقى عايزه اقول لك بعد محايله شديده لولا نطلعها، ويقول لي خلاص طلعي لك انت بس. في حاجه اسمها في كده؟ الزكاه زكاه في زكاه الفطر. الفطر يقول يقول لك لي طلعي ليك طلعي. انت بس. اه ازاي طلعي، يعني؟ عايزه هو مش تطلعي بيصوم؟ يعني. بيصوم وكل حاجه، بس طيب. يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له ما ينفعش، لازم نطلع لي انا وانت وابنك. طبعا. يقول لي لا طلعي لك انت بس. اقول له طب ازاي؟ طب ما انت المسؤول عني، ما تطلع عني انا وانت وابنك. يقول لي لا، ما انا امي وابويا هيطلعوا تحت، هيطلعوا لي البيت كله. اقول له طب انا ماليش كحك. دعوه بامك وابوك، انا ايوه ايوه، يعني انا والده ووالدته بيطلعوا يعني. كحك. بس ما بيطلعوش كحك. لينا. اه. ما بيطلعوش لينا، هم بيطلعوا لنفسهم، يعني ومش كحك بيطلعوا ايه بس؟ بيط... انا عايزه اعرف لا انا بيطلعوا يعني. تحت ولا تحت كعك؟ ولا كحك؟ لا يعني انا قصدي يعني ان هم يعني ساكنين معانا تحت يعني. اه، تحت اه. ساكنين تحت في البيت. انا قلت بيعملوا كحك ويوزعوه يعني ايوه في لا البيت. يعني لا لا. والده يعني والده ووالدته هم بيطلعوا الزكاه للبيت كله صح؟ بيطلعوا هم في نيتهم للبيت كله، بس مش بيطلعوا المبلغ اللي المفروض يطلع طيب، للبيت كله، يبقى يعني مفيش حاجه بيطلعوا اسمها برضك كده. مبلغ قليل ده هو جدا. زكاه الفطر دي بتبقى كل سنه متحدده بمبلغ معين لكل فرد. هم لا، هم بيطلعوا مبلغ صغير كده ليهم هم. طيب، مفيش ليهم حاجه هم بس؟ ليهم هم. ليهم هم بس. هو يقول لي لا هم بيطلعوا لينا. اقول له يا حبيبي هم مش بيطلعوا لينا احنا، هم بيطلعوا لنفسهم بس. ماشي يا نور. لا حول ربنا ولا قوة إلا بالله. يهديه وينور بصيرته كده يا رب. للصح. طبعا انا يعني. عندي اشكاليه كبيره جدا. الاشكاليه ناخد من السؤال الثاني، قضيه الجهل. يعني في عدم ثقافه دينيه عند كثير من الناس للاسف الشديد. وقضيه ان الناس ما تعرفش ان زكاه الفطر دي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر كذا 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 كذا. فانا عندي الحديث اهو، فرض رسول، حديث ابي سعيد، فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فزكاه الفطر فرض. طيب بطلعها ايه؟ على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والانثى. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبالتالي فالجهل اللي عند الناس ده يحتاج الى اللي احنا نقف وقفه. عشان كده احنا بنعلم كل سنه بفضل الله تعالى، ونبدا نكرر على اسماع الناس، لعل اللي ما سمعش يسمع، وعلى اللي مش فاهم يفهم، واللي مش متعلم يتعلم. وهو على خطر عظيم لو كان هو بيقول لها روحي طلعي لنفسك بس، اصل ابويا وامي بيطلعوا، وهي بتقول والده ووالدته بيطلعوا نفسهم بس، فهو على خطر عظيم. ده لازم يشوف السنوات اللي ما طلعش عنه زكاة فطر دي، ويبدأ يطلعها، يسأل باباه، يسأل أبوه وأمه، يقول لهم هو أنتوا يا جماعة بتطلعوا عني ولا بتطلعوش ولا إيه النظام؟ لا يا حبيبي، ده إحنا بنطلع عننا بس. يعني إيه؟ يعني أنا ما فيش. فيشوف السنوات الماضية ويطلع، لأن دي هتبقى دين في رقبته، فلا بد أن يخرجها، حتى لو بعد سنوات، حتى لو بعد سنوات. الحاجة التانية اللي هو بيحاسبها على الفتيل والقطمير، فنقول لها مفيش مشكلة. شوفي، قليل دائم، الحديث كده يقول خير من كثير منقطع. الحمد لله ان هو بيرضى بالايه؟ بال5 جنيه. الحمد لله. فنخليها على طول 5 جنيه. يعني نداوم على قضيه ال5 جنيه، وما نطلبش منه اكتر من كده. بس احنا ممكن نعملها بطريقه تانية. ممكن تديني مصروف جيبي خاص بيا، وطلعي من مصروف جيبك ده، وربنا يوسع عليك ان شاء الله. وانت بتطلعي ال5 جنيه اوعي تستقل ال5 جنيه دي. كان احد الصحابه قاعد وبيطلع، فواحد فقير جه وعاوز حاجه، فقعد قدامه عنقود عنب كده، فراح مديله حبايه، قال له خد. الفقير ايه عمل ايه؟ اخدها كلها جعان. فاللي جنبه قال له حبايه؟ وماذا تفعل حبايه؟
يا راجل طب اديله عنقود عنب. قال له ما انا جعان وهو جعان، حبايه يعني مفيش مشكله. ثم قال له أتدري ما في هذه الحبة؟ فيها مثاقيل ذر كثير، ده فيها خير كبير قوي. ألم تسمع قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو إيه؟ بشق تمرة. اوعى تستقل الإيه؟ القليل، لأن القليل كبير عند مين؟ عند رب العالمين. الناس بس لو تعرف ان لما بطلع فلوس صدقه فلوسي بتزيد، طبعا كله هيطلع كل اللي معاه عشان الحاجة الثانية يجيله. هي تطلع بنية ان ربنا يصلح زوجها كمان. ربنا يهديه. ان ربنا يصلح زوجها ويكون سخي. بالظبط. لان السخي ده قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. فنسأل الله ان يباعد بيننا وبين النار يا رب.